طيب هنتكلم بقى عن المنهج بتاع التغذيه الرياضيه. منهج التغذيه الرياضيه مبني على شهاده الاي اس سي. يعني زي ما احنا قلنا كده التاني مبني على سكوب، ده مبني على الاي اس سي. مبني على الاي اس سي يعني خدنا اهم المواضيع اللي تفيد حضرتك في السوق من الاي اس سي. يعني في مواضيع هري فيها كتير، وفي مواضيع ما تستفدش بيها وعلم زياده على الفاضي، فده ما خدناهاش. وفي مواضيع ناقصه، يعني في فئات معينه مثلا هو ما بيتكلمش مثلا على معظم الرياضات، هو مركز على البودي بيلدينج اكتر. فهو ايه، لا في حاجات تانية هتنزل السوق هتلاقي واحد بيعوم، ما انت لازم تعرف تعمل له دايت، صح؟ واكاديميات سباحه واكاديميات تنس واكاديميات مش عارف، فانت لازم تفهم ازاي تعمل دايت كويس للناس دي. فبالتالي احنا بدانا نزود مواضيع معينه عشان يبقى انت مش ناقصك حاجه اما تنزل تشتغل في السوق. تمام؟ هو مش متكلم برضو عن المكملات بشكل متوسع، يعني متكلم على بعض المواد الايه الفعاله، ومش مزود مثلا المنتجات اللي في السوق. ما يعني انا مش هينفع اقول لك انزل السوق خد كافيين، لا لازم اقول لك خد هيدروكسي كات مثلا، او خد اللايبو 6